في تصريح مستفز للاستاذ ده بيقول المفروض المواطن ينبسط لما الحكومه تزود الضرائب علشان توجهها نحو الانفاق الاجتماعي. المفروض اننا نروح للحكومه نقول لهم يا حكومه ارجوكم احنا معاكم في تدبير الموارد اللازمه. وبيقول بلاش نبقى ضد كل زياده في الضرائب باعتبارها جايه تاخد من لحم الحي. وبيقول الضرائب بتتحصل من اصحاب الثروات والدخول لتوجيهها الى مصارف تستفيد منها الفئات الافقر. يبقى ازاي احنا بقى كشعب مفتري ضد ضريبه بتحقق العداله الاجتماعيه؟ بص يا استاذ بهاء، احصاءات الدخل للمواطن المصري متوسط دخله 5.5 دولار يوميا ده وفقا للبنك الدولي، تقرير تجميع احجيه الفقر. يعني بالجنيه 257.15 لاربع افراد عائله، يعني الفرد 64.30 اكل زائد شرب زائد انتقالات زائد دراسه. ولو افترضنا ان الاب والام بيشتغلوا يعني 5.5 دولار في 30 يوم في فردين عاملين في 47 جنيه بيساوي 15510. شيل 1500 جنيه فواتير طاقه وخدمات و3000 جمعيه المدارس يتبقى 13710. ارجع قسمهم على 4 افراد ثم على 30 يوم يبقى نصيب الفرد 114 جنيه ونص. ده لو الاب والام بيشتغلوا. طيب لو الاب بس اللي بيشتغل يبقى نشوف له سمسار كلاوي ان شاء الله. انا مش حاطط علاج ولا بامبرز ولا تدخين ولا لبس ولا اي مظهر ادمي للحياه. السؤال بقى ليك يا استاذ بهاء، هل ابنك اللي بيشرب نسكافيه ب 200 جنيه وبنتك اللي بتركب رموش ب 600 جنيه في الاسبوع تقدر تعيشهم في المستوى ده؟ 114 جنيه رقم كاذب، الحقيقي شيل منه 40% خدمات. ما تقدرش صح؟ تسمع عن العقد الاجتماعي في دول العالم اللي انت بتتكلم عنها دي بياخدوا منهم 50% ضرائب، بس الشعب بياخد قصادها تعليم مجاني بالكامل لحد الجامعه، صحه مجانيه، انترنت مجاني، حد ادنى للاجور في القطاع الخاص، وقانون عمل محترم بيحميهم. لما تبقى توفر العقد الاجتماعي يبقى تعالى خد مني 50% ضريبه. اتقوا الله في الشعب شويه وبطلوا تطبلوا على الفاضي، لان التطبيل عمره ما بيبني دوله. احنا بنحب بلدنا وبندعمها وبنفديها بروحنا، لكن احنا كشعب من حقنا نعيش وصبرنا كتير ومن حقنا دلوقتي نشوف نتيجه صبرنا. ودائما وابدا تحيا مصر وسلام عليكم.